صباح الفل، او لو بالليل مساء الفل. يلا بيتزا، هتعملي ايه يا تيتا؟ النهارده هنعمل بيتزا تستاهل بق الحبايب. هتبقى قطنيه اسفنجيه هشه، طعمها جميل. هتبقى حاجه يعني هتعجبكم جدا البيتزايه دي بقى. وعجينه البيتزا دي الايه اللي بنقول عليه ايه؟ السهل الممتنع. دي السهل الممتنع، يعني اللي ما بتعرفش تعجن خالص هتعجن البيتزاية دي، لان حبة الدقيق يعني صغيرين وهتعجنهم على طول. هو ده بقى اللي بنسميه السهل الممتنع عشان كده. يلا الأول نسمي ونصلي على الرسول، نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي، دعوة المرضان يا جماعة ربنا يشفي كل مريض يا رب، ودعوة لأمواتنا ربنا يرحمهم جميعا يا رب، وتروح لهم الرحمة المعطرة بذكر الرحمن. ربنا يرحمهم جميعا يا رب، ويرحم كل عزيز وغالي فقدناه. يلا بقى نسمي ونصلي على الرسول. هنا حطيت 3 كوبايات دقيق بالمج اللي شفتوه ده، ودي معلقة خميرة، وبإيدك بقى كده بصوا ذرة ملح بسيطة بسيطة جدا، يعني بصوابعك الاتنين كده وتحطيها. ليه؟ عشان الجبنة حادقة والزيتون حادق، فهي ذرة ملح بسيطة. وهنا حطينا كده معلقتين زيت، وتسمي وتصلي على الرسول. ودي كوباية مية دافية. هما ال3 كوبايات دقيق خدوا كوباية وربع مية دافية. ال3 كوبايات دقيق خدوا كوباية وربع. نسمي ونصلي على الرسول ونعجن كده. احنا عجناها يا جماعة، هي خدت كوباية وربع بس، وغطيتها وشلتها. وبصوا بسم الله ما شاء الله، خمرت بقت قد ايه. كانت حتة، بصوا كانت حتة صغيرة، يعني حتة العجينة كانت حتة قد كده صغيرة. بصوا كبرت بقت قد ايه. الخميرة لازم تختبريها، برضو بيكنج باودر لازم تختبريه، لا بعدين تكون مدة الصلاحية بتاعتها راحت هتوقع لك كل اللي انت هتعمليه ده. فانا بصراحة انا بختبر الخميرة، انا بختبرها حبة في ايدي كده برضو عليهم نقطة مية، وبختبرها زي ما بنحط البيكنج باودر برضو نحط عليه نقطة مية تلاقيه فار كده. برضو انا بعرف الخميرة برضو من كده، وتشوفي مدة الصلاحية. يلا بقى كده ايه، نشيلها العجينة الجميلة. بصوا يا جماعة، ملبن انا بحب اجيب الدقيق الفاخر، اكياس في المعجنات بالذات، عشان بيبقى جميل زي ما انتوا شايفينه كده. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونحطه في الصينية. الاول بقى ايه، اوريكم احنا هنحشي بايه. هوريكم الطبق اللي احنا عاملينه هنحشي بيه. يلا سمي وصلي على الرسول. هنا معانا ايه؟ هنا الطبق الجميل ده، ده زيتون، واللي جنبه فلفل، ودي جبنة تركي وطماطمايه، ودي جبنة موتزاريلا والبسطرمة. الطماطمايه دي يا جماعة تجيبيها تشقيها من النص كده، وتنزلي البذر اللي فيها وتقطعيها حتت صغيرة جدا لا تذكر، حتت صغيرة. وبعدين الطماطم بتبقى ناشفة، هاتيها قشريها وخرطيها عشان تبقى حلو. بس اهم شيء ما تنسيش تشيليها كده من الوسط، تفتحيها عشان تنزلي البذر. دي جبنة موتزاريلا والبسطرمة. يلا بقى نركن الطبق الجميل الحلو ده على جنب، ونجيب الصينية نفرد فيها العجينة الجميلة، نفرد فيها العجينة الجميلة دي. يلا بسم الله ما شاء الله. استني يا ناهد بترن عليا. افردي العجينة الحلوة الجميلة دي يا تيتا. بصوا يا جماعة، العجينة جميلة، العجينة ملبن، ملبن بمعنى كلمة ملبن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، أنا بوريكم الصينية اهي. الصينية فعلا الصينية كبيرة. ما تنسوش اللايك يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا اللايك، ترفعوا بيه الفيديو، اللي يشوفها يستفاد. انتوا ينوبكوا صواب وانا ينوبني صواب. لا 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 يا تيتا. بص والله الواحد عقله يا جماعة من ضغوط الحياة. بص أنا بحط إيه، الواحد عقله من ضغوط الحياة، الواحد عقله راح. هنا أنا شلت اللي أنا حطيته ده تاني. ودي بقى الصلصة دي أنا عملتها، حطيت حبة زيت كده، وحطيت الطماطم والزعتر. لازم الزعتر يا جماعة، تفركي حبة الزعتر كده وتروحي حطاهم وتسيبيها لما تتسبك. عندك بقى
كاتشب، لو عندك كاتشب حطي برضو. كل الحاجات دي بتدي تيست جميل للبيتزاية. بس اهم شيء الزعتر وانت بتعملي الطماطم دي، الزعتر اهم شيء. وبرضو على العجينة فروكي حبة زعتر كده برضو وانت بتعجني العجينة، كل ده بيخلي العجينة طعمها جميل يا جماعة، والبيتزاية نفسها بتبقى أطعم. يلا فريش حلو يا تيتا، يلا بقى نسمي ونصلي على الرسول وتقولي اللهم زيد وبارك يا رب. كده احنا فرشنا الطماطم، صلصة الطماطم اللي عملناها. كده بقى ايه، هنسمي ونصلي على الرسول ونحط الفلفل الطرنشات اللي احنا قطعناه ده. معلش يا بتقع جبنة وزيتون عشان انا حاطة كله جنب بعضه، فالامر اختلط بقى، ده بيختلط مع ده. انا حطيت كده بفرش في الفلفل. خلصت الفلفل بقى نفرش الزيتون. كانت بيتزاية يا جماعة 10/10. كانت بيتزاية جميلة جدا بجد، كانت حاجة بقى تستاهل بقكم بقى. كده انا حطيت الزيتون. نفرش ايه تاني بقى، نحط الطماطمية اللي انا قشرتها وخرطتها. كده حطينا الزيتون والطماطم والفلفل لا لا لا، البسطرمة دي بقى انا هفردها، عشان كده هي مسكت في بعضيها فمش هعرف افردها حلو على وش الصينية. كده انا حتة بحتة كده وهفرشها كويس على وش الصينية. لا كل ده انا هشيله وهفرده كده واحدة بواحدة. ايوه هفرده كده لان ده هينزل متكتل هيبقى في حتة واحدة، ده هينزل متكتل هيبقى في حتة واحدة. يلا كده ايه، انا بفرد البسطرمة كده. الحتة اللي نزلت متكتلة دي، ايوه دي هشيلها برضه افردها على وش الصينية. الصينية يا جماعة كانت مليانة حباش بجد، الحباش بتاعها كان كتير جدا. انا بحبها كده لان بتبقى طعمها روعة. احنا مش هنبيع الحاجة يا جماعة، الحاجة احنا عاملينها لينا في البيت هناكلها. يبقى لو مش هتعمليها 100 لا ما تعمليهاش. دي كانت بيتزاية. انا والله العظيم الشهادة مجروحة بجد. بس اللي زعلني ايه بقى، انا كده فردت البسطرمه وهحط الجبنه. اللي زعلني بقى ان انا لما جيت اطلعها من الفرن عشان اقطعها واوريها لكم من جوه، المقطع ده انا بحسب دوست على التليفون عشان افتحه عشان اصور، بقيت ماسكه التليفون اصور بيه من غير ما افتحه. دي زعلتني جدا لاني كان نفسي تشوفوا البيتزايه دي كانت طالعه عامله ازاي من الفرن. ان شاء الله انا قريب خالص هعملها تاني باذن الله. كده بصوا انا حطيت الجبنه كلها، هو كان هيفيد حبه صغيرين هعمل بيهم ايه، حطيتهم رخرين. هحطها في الفرن بقى، وصحه والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل. صحة وألف هنا عليه، وسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. كده يا جماعة بقى أنا هحطها في الفرن، وأنا أسفة جدا بجد على المقطع اللي راح مني ده. أنا كان نفسي أقطعها قدامكم وتشوفوها عاملة إزاي. كده أنا بوريكم إن الجبنة كانت كتير وحلوة. سلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسونيش في اللايك.